السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله انا النهاردة هنعمل مع بعض العكاوي زي ما انتوا شايفينها كده. انا عاملها في الطاجن. آم، يعني بصوا حاجة وهم، يعني اللي اكل العكاوي دي يعني ما يعرفش يستغنى عنها بصراحة، يعني من جمالها. العكاوي دي اللي هي بتبقى ديل الأضحية أو الذبيحة عامة، يعني ديل الأضحية أو ديل الذبيحة أو كده، يعني يبقى اسمها العكاوي. هي بتبقى طويله كده وبتتفصص من بعض زي ما انتم شايفين. انا اول حاجه نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا جبت حله وبدات اشوحها، حطيت فيها سمنه كده بسيط وبدات اشوحها، لان هي بقى فيها دهون بس هي مش دسمه قوي. هي الدهون اللي فيها دي لحمه بيضه، هي مش دسمه قوي. فبدات ان انا ايه حطيتها كده اهو، بدات ان انا ايه اديها صدمه الاول. بس في ايه، انا هوريكم الطريقه بتاعتها ان انا عاملاها طاجن ازاي. هنا انا حطيت فلفل اسمر وبدات ان انا اشوح العكاوي كده هو، اشوحها كويس جدا يعني لغايه ما تاخد لون معايا. وهنا بقطع بصلايه كده عليها. ده الصوص اللي انا او دي يعني انا هحط عليها ميه دلوقتي، دي الشوربه اللي انا هعمل منها الصوص بتاعها اللي هي تستوي فيها. يبقى انا حطيت عليها فلفل اسمر ومعلقتين سمنه وفلفل اسمر وقطعت بصلايه عليها كده، وبدات اشوحها لغايه اما لونها كلها يغير. بتخلي الشوربه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. يعني تشويحه لو الفراخ كمان في الاول شوحتيها في حبه زيت او في حبه سمنه، اللحمه بتشوحيها بتديكي شوربه ممتازه بصراحه. بس كده انا زودتها ميه زي ما انتم شايفين اهو، وولعت عليها. استوت خالص. بصوا هي كده كانت استوت تماما، بس المقطع تقريبا اتحذف بتاعنا. هي انا طفيت او وطيت عليها قصدي وسبتها لغايه ما استوت خالص. دي كانت قطع دهنه كانت في قلب العكاوي نفسها، يعني انا مش حاطه حاجه لوحدها. وجبت هنا بقى الطاجن الفخار بتاعي. طبعا العكاوي يا جماعه استوت تماما، هي استوت تماما. جبت الطاجن الفخار بتاعي. بصراحه انا ما حطيتش فيه اي نوع دهون خالص. انا استكفيت بالدهن اللي انا طلعتها من العكاوي دي. كان في كام حته دهنه كده كبار، ورحت انا مقطعه حتت صغيره فيها. هي اصلا بكت السمنه اللي فيها، فالبصلايه اتحمرت اصلا في الدهنه دي. عشان انا يعني ايه مش عايزاها دسمه، او انتوا زي ما انتوا شايفين الشوربه برضو دسمه فيها يعني حبه دهون كده، بس يعني كان طعمها حلو. يعني هي دي دهون صحية اصلا، مش الدهون اللي هي بتأذي او الكلام ده. وهنا البصلاية انا حطيتها زي ما قلت لكم، حطيت الدهون دي عليها، انا حمرتها فيها. تمام. هبدأ اشوحها كده بيها كده زي ما انتم شايفين. اهي بعد ما اتشوحت البصلايه بدات ان انا انزل بالعكاوي. طبعا زي ما انا سلقاها انا شلتها من الشوربه. حطيتها كده وهبدا برضو اقلبها تاني مع بعض، برضو تشوح تاني في قلب الطاجن. يعني انا كل ده انا بشوح في قلب الطاجن نفسه. غير طبعا لما ما احنا شوحناه في الاول خالص، ده في قلب الطاجن نفسه مع البصل. عشان تاخد ايه برضو صدمه كده هون ويبقى طعمها احلى. وهنا كنت عصر عصير طماطم، رحت انا حاطه عصير الطماطم عليها على طول كده، وزودت حبه شوربه عليها وسبتها على البوتاجاز تشكشك كده مع نفسها حبه زي ما انتوا هتشوفوا كده اهو. تمام. انا سبتها ايه تشكشك مع بعضها شويه على على البوتاجاز كده اهو. هتشوفوا دلوقتي ايه. انا كده زودتها حبه شوربه بس صغيرين، ما زودتهاش كتير لان انا عايزه الصوص بتاعها يبقى تقيل شويه، مش عايزه يبقى ناشف. هنا زي ما قلت لكم عكاوي مستويه، انا بس بقفل الطاجن. هنا احط بقى اظبط الملح والفلفل الاسمر والايه ويعني التوابل بتاعتي خلاص. يا جماعه ثواني. التوابل بتاعتها ان انا ببدا ان انا احط التوابل بتاعتها خلاص. ليه؟ لان هي مستويه خلاص. شور اللحمه العكاوي بتاعتي استوت، فانا بدات احط الملح والفلفل الاسمر بس بتاعها عشان خلاص بقى تاخد الطعم بتاعها. اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بدات تغلي كلها مع بعضها، اللي هي تاخد بس الطعم بقى، كلها تتسبك كده. الطماطم هي الطماطم كده كده شور كانت متسبكه، بس لازم تغلي كلها مع بعضها عشان العكاوي نفسها تاخد نفس الطعم. ودخلتها الفرن اتحمر وشها زي ما انتم شايفين كده. وده كانت الطريقه بتاعتي بتاعت طاجن العكاوي. يا ريت الطريقه بتاعتي تكون عجبتكم، جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. وما تنسونيش طبعا في اخر الفيديو في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.